فبالتالي هذا السادس ينبني عليه مستقبلك ومستقبل عائلتك بالقريب العاجل. يعني انت تباشر عقبه تتقدم وتكون زوج، اول شغله راح تنسأل عليها شو مخلص دراسه هذا الولد. كل ما تكون مخلص دراسه افضل، كل ما مقبوليتك عند اهل خطيبتك تكون اكثر. وهي بالمقابل من تخلص دراسه كل ما تكون دراستها ارقى، كل ما الاقبال عليها راح يكون من شتى هي تقول هي اللي تختار اللي تريده بدل ما ينفرض عليها. فالسادس ما مو شهاده، يعني مو بس إلك، لا السادس مو بس إلك، جزء انت ويا نفسك تريد تقنع نفسك انه هو مستقبلي. لا، هو مو مستقبلك. منو قال لك مستقبلك؟ هسه اني اشتغل على نفسي واشرح يوتيوب والناس تعرفني وبس النفسي. مستحيل الانسان يشتغل بس النفسه، مستحيل. يعني انا شو اسوي؟ اوكي انا هسه الناس تعرفني وتحترمني واكو فد مقبوليه واكو محبه بقلوبكم تجاهي، وهذا اللي خلاكم تجون اليوم. وحدي شو استفاد منه؟ شو استفاد منه هذا التصوير اللي هسه يصوروه والمحاضره هاي راح تنعرض والناس يشوفوا؟ انا شو اسوي بها وحدي؟ شو اسوي بها وحدي؟ انا اريد امي تشوفها واريد ابوي يشوفها، اريد الناس المحبين يشوفوها، اهل زوجتي يشوفوها، كل الناس تشوفها، لان هذا شيء مشترك. فبالتالي انت من تشتغل بس ما تشتغل على نفسك وحدك. اي واحد صراحه بمركز اجتماعي مستحيل يكون لوحده او يشتغل على مود نفسه وحده، مستحيل. يعني هي امر مو منطقي اصلا. ابسط شيء عندك اهل، هاي ابسط شيء اقول لك اياها. يعني فهاي نقطه مهمه. يعني يا ريت تحسون بالمسؤوليه اللي على عاتقكم وتشتغلون على السادس على اساس انه مو بس مرحله مصيريه، وانما انت عندك ناس منتظره من عندك. وصراحه الاهل يستاهلون امانه، يعني احكي لك اياها بكل صراحه، ماكو واحد يستاهل تشتغل اكثر من اهلك.